لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحزن يخيم على عائلة النجم المصري محمد صلاح بعد وفاة عمته وتشييع جثمانها بمقابر الأسرة في نجريج بالغربية. توفيت عمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح ليفربول السابق، وسيتم تشييع جثمانها بمقابر الأسرة في نجريج مسقط رأسها. ولم يشارك صلاح في احتفالية منتخب مصر باستاد القاهرة الدولي عقب العودة من كأس العالم وانتهاء مشوار الفراعنة في المونديال بخسارة أمام الأرجنتين 3-2 لصالح الأرجنتين. وفي سياق منفصل، لم يحسم صلاح وجهته القادمة عقب رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، فأثار رامي عباس وكيل أعمال صلاح الجدل بعدما نشر صورا له عبر الانستجرام خلال سفرة لإحدى الدول. ونشر رامي عباس صورتين عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي موقع الانستجرام ليتم تفسير الخطوة بأنها إشارة إلى احتمالية انتقال صلاح لتركيا في ظل التقارير التي ربطت اللاعب خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى جلطة سراي الترك. وخيمت حالة من الحزن والأسى بين أسر وعائلات قرية نجريج التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بعد وفاة شقيقة والده، وتدعى هانم حامد غالي. وجاري تشييع جثمان الراحلة ودفنها بمقابر الأسرة بقرية نجريج بعد صلاة العشاء من مسجد الرحمة بالقرية، وسط حالة من الحزن والحسرة. وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء تنعى الراحلة، خاصة وأنها كانت تتمتع بصفات طيبة وسيرة حسنة وسمة طيب بين الجميع. وخرج الآلاف من أهالي القرية نجريج لوداعها إلى مسواها الأخير، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، والله يرحمها في الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.